واستمرت عاصفة الحزم في القيام بما تقوم به بالفعل، هل يمكن أن نصل إلى نقطة التعارض بين الفكرين والمنهجين؟ يبدو مثلا أن السيسي في المشكلة السورية يؤيد الحل السياسي متمثلا أيضا في بشار الأسد ونظامه. هل يمكن أن نصل إلى نقطة التعارض التي تؤدي بنفور كلا الطرفين؟ أول شيء يعني موقف السيسي ما فيش غموض، موقف السيسي واضح كل الوضوح على الأرض وفي الممارسة السياسية وفي الإعلام. على الأرض أنا أستطيع أن أؤكد لك من من داخل غرفة عمليات عاصفة الحزم أن القطع البحرية المصرية لم تتجاوز جزر فرسان السعودية، ولم تؤمن باب المندب مثل ما قال الأستاذ مجيد شندي، ولم تصل إلى باب المندب، ولم تدخل في المياه الإقليمية ولا المياه الدولية قبالة اليمن. فالقطع المصرية أمام جزر فرسان، شمال جزر فرسان داخل السعودية، لم تدخل المياه الإقليمية ولا حتى قبالة المياه الإقليمية في الجرف القاري اليمني. موقف السيسي، موقف جيش السيسي واضح. الذي الإعلام حينما تكلم أن القوات المصرية البحرية قصفت رتب الحوثيين، هذا لم يصدر من وزارة الدفاع المصرية، وصدر من صحفي يعني تعود أن يكون كذاب في نشر الأخبار الكاذبة، ونشرها دون أن يكون هناك يعني أي تعليق من قبل الجيش المصري. طيب إذا أرادت القوات، معلش خلي تفضل. فهذا الموقف، موقف السيسي موقف واضح على الأرض لم يشترك، وفي الإعلام يسب ويتهجم على دول الخليج وعلى رموز وقادة دول الخليج، وبالذات ركزوا هجومهم على خادم الحرمين الشريفين. في الموقف الدبلوماسي هو يعني كما رأيتم أنتم، يعني قال يؤيد بقاء بشار ويؤيد الحل السلمي في اليمن مع وجود الحوثيين ومع وجود علي عبد الله صالح، مع وجود يعني النفوذ الإيراني، وهو يؤيد كذلك يعني جميع الأعمال الإيرانية في المنطقة، ولا يوجد له أي موقف من تمدد. طيب إذا كانت دول الخليج لا تعول بهذا الشكل على حد تعبيرك سيد ناصر على الموقف المصري، فلماذا بقاء مصر من الأساس في عاصفة الحزم؟ وأيضا إذا أرادت القوات عاصفة الحزم أن تتدخل بريا في اليمن، فما هو المتاح لديها أن تقوم به؟ هل يمكن أن تقوم القوات الخليجية بالفعل في التورط في تدخل بري في اليمن أم لا؟ لن يكون هناك أي شكل من أشكال التورط. إذا كان هناك قرار بالدخول البري سيكون قرار محسوب، وستكون الأرضية يعني السياسية والعسكرية يعني على الأرض جاهزة وتدعم هذا القرار. نحن لا ننتظر من مصر أن ترسل جندي واحد، لأنها لن ترسل ولا جندي. الجيش المصري، أنا دخلت يعني فرقة قادة كتائب دروع في الجيش المصري، وأعرف قادة، يعني أعرف مستوى الجيش المصري بعد يعني كامب ديفيد. الجيش المصري غير مؤهل إلا لأعمال القمع والشغب ويعني مقاومة يعني إرادة الشعب المصري. رأينا يعني إخفاقات كبيرة يعني حصلت في سيناء، وقتل يعني بالجملة وقعت على الجيش المصري، وتخبط وتغيير قيادات وتغيير قيادات، واستخدموا يعني المنظومة الأمنية الإسرائيلية والطيران الإسرائيلي وكل حاجة. الجيش المصري عاجز. أنا دخلت فرقة قادة كتايب، وفي تقريري سيد ناصر اسمح لي فقط إن الجيش غير قادر على أداء أي مهمة.